السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة. نفرز مع بعض الطماطم وهنفرز كمان مع بعض البسلة بطريقة حلوة قوي. خزنتها السنة اللي فاتت وطلعتها وعملت قدامكم منها مرة واتنين وتلاتة، وكانت ما شاء الله كانت ممتازة. معايا الطماطم بقى. هنا هنفرز اول حاجة الطماطم كده. بصوا بقى، انا كنت جايب دول 10 كيلو، فكانوا ما شاء الله يعني كتار على الحله، فحطيتهم في حلتين. واول ما بدات تاخد غلو وتصفي ميتها وتهبط شويه في الحله، فرحت نقلاها زي ما انتم شايفين كده عشان كلها تبقى في حله واحده. فحطيت ال10 كيلو. اول حاجه بتغسلي الطماطم حلو قوي، وبتشيلي القمع بتاعها من بس وتحطها في الحله. ما فيش اي حاجه تاني، ولا تضيفي ميه ولا سوائل ولا اي حاجه خالص. هي كده بتصفي ميتها منها فيها وبتشربها. وبعد كده بتبص تلاقي صفت ميتها خالص وشربت الباقي، وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهضربها في الخلاط وهتطلع معاك. شفتوا الصلصة زي بتاعة المحلات بالظبط. الصلصة المعلبة واللي بتبقى في البرطمانات زيها. طريقة سهلة اهي وتحفة. والله العظيم بتخزنيها من السنة للسنة، وبتقعد معاك وبتبقى تحفة، وطعمها وريحتها زي بتاعة البرطمانات وأحلى. تعالوا كده بقى نخزن مع بعض البسلة. اللي خزناها بقى وقعدت معانا سنة. تعالوا نشوف الطريقة. معايا حلة فيها مية سخنة مليانة على الآخر. وشايفين بقى البسلة بعد ما بتتفرز أنا كده ده يعني أنا فرزت منها مرتين. دي أول ما شاء الله حاجة خزنتها منها. يعني طلب مني كمية ما شاء الله، فخزنت كمية كبيرة. فما شاء الله. دي أول كمية. دي تاني كمية بقى. بصوا بقى، أول حاجة حطينا حلة على النار، حطينا فيها معلقة من الملح ممسوحة، معلقة كبيرة ممسوحة من الملح ومعلقة ونص من السكر. بس كده. وهجيب مصفى مخرمة. ما عنديش مصفى مخرمة، هنعمل ايه؟ هنحط البسلة في الحلة عادي جدا. مية سخنت معايا، واروح مدخلة البسلة تاخد بس قلبة كده، يا دوبك لونها يغير معايا. اول ما لونها يغير معايا بروح مطلعها. محضرة طبق معايا زي ما انتم شايفين، وحاطة فيه مكعبات من التلج. تمام. وبفضل اقلب كده لحد ما البسلة تخضر معايا، واروح شايلاها على طول من المية السخنة المغلية، واروح حطاها في التلج. اظن الموضوع، بصوا انا بقرب لكم الكاميرا عشان يبقى واضح لكم. بصوا بتغير لونها ازاي معايا. سهل قوي. اسهل من كده مفيش حاجة، عن تجربة، حاجة عملتها. والله العظيم انا مخزناها السنة اللي فاتت لحد النهاردة عندي. لو يعني طبعا وصلت ل20 جنيه الكيلو، وانا كنت جايباها السنة اللي فاتت ب6 جنيه الكيلو. شايفين بقى التخزين بيفرق معانا في الاسعار، وبيفرق معانا في الوقت طبعا لو محتاجة عايز تعملي اكلة سريعة. بيفرق معاكي في كل حاجة بصراحة. بص بقى، يعني بقلب كده لحد ما لونها يغير لمدة 5 دقايق. أول ما لونها يغير معايا بروح مصفياها ورافعاها من المية السخنة. بصوا بالشكل ده. واحطها في المية الساقعة واقلبها. المية متلجة. وكذلك شايفين اللون فارق ازاي. شايفين دي من دي. بس انا مش بستويها، انا بخليها تخضر بس لونها بس يغير معايا مع التقليب. شوفوا كل ما تقلبي بتحسي ان هي واحده واحده ازاي. على طول ايدك بالتقليب بقى. ما عندكيش مصفى مخرمه، حطيها في الحله عادي جدا، واديها كلها قلب واحده. واول ما تخضري معايا اروح مطلعاها وحطاها في ميه، مصفياها الاول في مصفى، وبعد كده احطهم في الميه المتلج. بس كده. الطماطم خزنيها وفرزيها زي ما انا وريتها لك كده. والله العظيم هتطلع معاكي ممتازه، تقعد معاكي السنه بحالها. فوفر عليكِ وقت ومجهود. شايفين البسلة لونها عمل إزاي بقى معايا؟ بقت خضرا. معايا طبعًا 5 كيلو بسلة. حطيت عليهم قد إيه جزر؟ حطيت عليهم 3 كيلو جزر. ال5 كيلو بسلة حطيت عليهم 3 كيلو جزر. طبعًا في ناس بتحب الجزر فيها كتير، وفي ناس بتحب الجزر قليل، فحسب ما بتحبي. فحلو أوي ال5 كيلو عليهم 3 كيلو جزر. قطعتهم يعني مكعبات كده طبعًا عارفين بنقطّع البسلة إزاي. وبعد كده أروح حاطة عليها بقى، بصوا، وأقلبها كده بالشكل ده. في حاجة كبيرة كده أقلب الجزر والبسلة كله مع بعضه. وبعد كده أبدأ أغلف في الأكياس. تقعد معاكِ بقى، بصوا يعني. والله العظيم لا تقولي لي بقى جايباها من محلات عشان تجيبيها في وقت مش موجود فيه موسم البسلة.
بتبقى البسلة غالية، الكيس لا يقل عن 20 جنيه دلوقتي، وده لو لقيناه ب20 كمان، وممكن تكون شركات يعني مش بتبقى طعمها زي اللي انت عاملاها في البيت اكيد يعني. لا كمية ما شاء الله تقطع معاكي، ال5 كيلو يقطعوا معاكي حاجة ممتازة بصراحة. بتورلي بقى شوربة خضار، أي حاجة انت بتحبي تعمليها، بسلة تحبي تعملي بيه أي أكل هتلاقيه. بصوا بقى، في ناس بتخزن البسلة لوحدها والجزر لوحدها، الجزر لوحده، لكن احنا في شوربة الخضار برضو بنحط جزر، فخلاص هخزن الاتنين مع بعض. يعني زي ما بتحبي، انا بدي الفكرة وحضرتك زي ما انت حابة طبعا بتبداي تتعاملي. بصوا بقى، اربط الكيس كده من على الحرف من فوق وهفرد كده. هفرده ليه؟ عشان ما ياخدش مساحة معايا في الفريزر. شفتوا بقى كده الكيس ياخدش معايا مساحة، وخزنت وما خدش معايا في مساحة في الفريزر، في نفس الوقت اديت الكيس يعني حسب عدد أفرادك طبعا. طبعا عدد أفراد أسرتك، فبتعملي الكيس على على العدد بتاعكم طبعا. فأنا حاطة في الكيس حوالي كيلو إلا ربع من البسلة. تمام، في كيس حطيت فيه كيلو إلا ربع، وفي كيس حطيت فيه نص كيلو كده يعني، حسب العدد. وبفرد البسلة بالشكل ده. بصوا بربط الكيس على الحرف خالص من فوق عشان اعرف افرد البسلة فيه، ويبقى الكيس مش مكلكع معايا. السنة اللي فاتت عملت لكم طريقتين للتغليف، هتلاقي برضو الفيديو عندك. خزنة فيه بسلة وسبانخ، نزلت لكم برضو السبانخ. كده خزنت لكم الطماطم كمان، لسه هنخزن معاكم والقاس. كل حاجة ان شاء الله هتلاقوها. ما تنسوناش بقى في اللايك، اللي اتفرج على الفيديو لحد هنا، اللايك بقى والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلبكم في الكومنتات. دعمونا وشجعونا ننزل لكم فيديوهات دايما. رمضان جاي، ونفسي كل دقيقة انزل فيديو، والله نفسي كل دقيقة تعدي عليا يكون رافعة فيها فيديو. ربنا يا رب يجعله شهر مفترج علينا جميعا، يجعله يا رب يخش علينا كده بالخير واليمن والبركات. ربنا يبلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. ربنا يفرح قلوبكم يا رب، ويسعدكم ويراضي كل الناس، اللهم امين. بصوا بقى، هربطه بالشكل ده. شايفين؟ بفرد الكيس عشان ما ياخدش معايا مساحة، غلف الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جزر على البسلة، وقلبي كده وغلفي الأكياس واربطيها وحطيها في الفريزر ونسيها، وقت ما تحتاجيها هتلاقيها. الست الشاطرة تعمل كل حاجة في بيتها، ما تحتاجش ان هي تشتري اي حاجة. الكسل وحش والله يا جماعة، الكسل بيدفعنا فلوس كتير. انا من النوع اللي بحب اعمل كل حاجة في البيت والله العظيم. اكل، اي حاجة في البيت، في ترتيبات في غيره، بحب كده مع نفسي واشتغل واعمل حاجة تطلع معاكي بمزاج، واحساس حلو قوي لما تطلع الحاجة حلوة قوي والناس تشكر فيها. فالحمد لله، فضل من ربنا نعمته علينا. انك تتعلمي او تعلمي حد حاجة تكون أنتِ شايفاها بتعجب الناس، أنتِ مش بتعملي حاجة وخلاص. هدفي من الفيديوهات يا جماعة والله العظيم إن بنات صغيرة بتبقى لسه في بداية حياتها، بتبقى عايزة تعمل أكلة أو تغلِّف أو تشتغل في بيتها، تعمل حاجة جديدة في بيتها. سواء بقى بفيديو روتينات، إحنا بنعمل روتينات برضه، مش اللي هو يا جماعة مش طالعين نعمل روتينات كده وخلاص، وفيديو طالع وخلاص وباعمله. والله أبدًا، الهدف من الفيديو تحميس، إنِّك تحمّسي الناس، تحمّسي واحدة زيِّك، أختِك، بنوتة شاطرة صغيرة مش عارفة ترتّب، مش عارفة تعمل حاجة، فممكن تتفرّج على فيديو بتاعِك تتحمّس ليه وتتعلّم وتاخد فكرة منِّك، فأنتِ برضه بتفيدي الناس بيه. شايفين بقى بعد ما غلفت الكمية كلها، ما شاء الله قطعت معايا كمية محترمة، 5 أكياس. وكمان انت عايزة تقللي الكمية في الكيس براحتك، عملت كده 9 أكياس برضو. بصوا ما شاء الله، لا يا ربي 6 7 8 أكياس. وده بقى الكيس اللي أنا كنت مفرزاه السنة اللي فاتت. شايفين بقى؟ بنفس لونها وبخضرها وبالجزر بتاعها، وبقالها سنة يا جماعة، والله من السنة اللي فاتت. طلعته كده عشان تشوفوه، طلعته من الفريزر عشان تشوفوه. ايه رأيكم بقى؟ ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم، واستودعكم في رعاية الله وحفظه.